السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا جمالها بقى الأكلة دي إيه كده جاي جنب أي أكلة يعني. بعملها بقى إيه يعني مثلا إيه أقوم كده إيه ألاقي حبة فلفل في التلاجة أروح مطلعاهم غسلاهم وحاطه لهم الملح بتاعهم، وحبة بطاطس كده. ما عنديش بتنجان عادي يعني ما فيش مشاكل، بطاطس الموجودة في البيت بشغل بمشي الدنيا يا جماعة. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ما تعل- ما تعطليش نفسك على حاجة خالص. في بطاطس وفلفل اعمليها، في بطاطس لوحدها اعمليها عادي يعني. بس هي بالفلفل يعني ايه بتديلها طعم شوية يعني. جميلة والله، بحطها جنب اي اكلة كده بتبقى حلوة. وساعات والله باكلها كده لوحدها، بسخن رغيف كده واكل منها كده لما اكون جعانة بيبقى طعمها تحفة. الواحد لما بياكل وهو جعان لو عيش وملح يا جماعة بيبقى زي العسل والله. يا جمالها كده ايه ما تحطيها جنب الاكل، بدل ايه الحاجة ما تبوظ في التلاجة، بدل الفلفل ما يبوظ في التلاجة كده يوم الجدعاني كده واعملي. يعني بتتركن في التلاجة ما بيجرالهاش اي حاجة، جنب جبنة جنب طعمية جنب فول جنب غدا جنب فطار جنب عشاء زي الفل. اللهم بارك بألف هنا وشفا يا رب للي هياكل. وده ايه روتين كده ايه حلو كده ايه على ما نكمل بقية اليوم بتاعنا بقى ان شاء الله يا رب. واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.